الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرت في الحديث عن أقسام التوحيد. لأن رب العالمين عز وجل يخلق يوكل يمأثل وحد، يوكل يمأثل عبد، يوكل يمأثل الله. رب العالمين عز وجل يوصيغ البهاغي يحذراغي في الشرك من أكبر الكبائر الكبيرة القرآن، ويعفى رب العالمين عن عفو نفس ألا ما يكتب توبة نصوحة. الشرك أيها الإخوة الأفاضل ما يستمر في نفس الإنسان أثقل رب العالمين عز وجل داخل التمس. عرفت أهل العلم الشرك أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك، أن تجعل لله عز وجل ندا في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. الشرك المعنى أتجعل الشريك العبد، أتجعل الشريك يا رب العالمين كيف يخلقنا. ممكن الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى خلقنا يكسب إرادة الشؤون الكونية ويسعى رشيد النظام. لو كان لا يسيني ربي ثل ينادي قار السادة كفور ويلا السادة طيش، ينادي قار السادة فل وينادي قار السادة الريح ضروا الشيطان. قل لو فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أتستعطر الحياة. لذا ذكرنا أهل العلم أن الشرك تسير الأصناف. إذا كنا نسولون قناس الشرك الأكبر. الشرك الأكبر ما يخلق الإنسان الشريك يا رب العالمين عز وجل. الشرك الأكبر الشرك ديال السفوح للملة، بمعنى صفوح للملة الدين الحق، أصوات الملة الكفر لفظ الشرك. فبس أثقل ربي نار جهنم وفي صفارة. المعنى هو الصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله جل جلاله. المظاهر الشرك الأكبر نوع كبير لا شذت أن صرف الإنسان يوث الحاجة من العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فكان أهل العلم الطويلات السوشياليين، فكان أهل العلم الأمثلة. المثال الأولي فكان المثال للدعاء. المثال للدعاء الإنسان المؤمن ما يدعو إذا قد تدعو مباشرة رب العالمين عز وجل. يا الله اغفر لي، يا رحمن ارحمني، اسم ربي نصيفة ربي عز وجل. يا من وسعت رحمته ارحمني. فيدعو الإنسان الله يا ربي أصغي عيوني كسير المشاكل ديالي. نغادر الإنسان سيرون يسمى ربي عز وجل يا رحمن رحميت يا رب العالمين. نغادر الإنسان إلى الصفة من صفات الله، أو ينفيث وسع الرحمن، أو يسعى الرحمن وسعى رحمة غير الرحمن أخلاق الشهر الرحمة الشهر المغفرة. سبيل السنة ما لا يدعو
الإنسان رب العالمين عز وجل. الدعاء الذي مباشرة لله تبارك وتعالى. ذلك قد يعمل الإنسان بعض المظاهر الشرك إذا شفت أليس الإنسان في سبيل المثال أما تأخذ نسيك على عهد نوح اليوم الصيام اليوم القبر أسدعوا القبر نسير ديال فلان فتيت إلى غير ذلك سيدنا وتمازال ذلك الزمن. علاش؟ لأن العباد كامل وعاء، العباد كامل عقلان، العباد كامل السنان. إذا الاستغاثة بالأموات لا تجوز جزاء. الدعاء أسمعوا الأموات ويجوزان كذلك أسمعوا مباشرة رب العالمين. ذلك الشيء في باب زيارة القبور. الأدب تاع زيارة القبور الدعاء أنا عن الزيارة زيارة الموحدين. الذي قال سيد الشيخ عمر ربي يرحمه فوق هذا المقام فوق هذا الكرسي زيارة الموحدين. صحبة المخبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. تكشف المخبرة العقل الأدب تكسر المولش الأدب السباطي تسمحوا أدوات الدعاء. السلام عليكم يا دار المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم. هذه هي الزيارة. أسفل الله الزيارة القبر بوليه سيدين أصدع الصرحمة الله غفر له وارحمه واعف عنه وعافيه. لكن قبل زيارة الموحدين هذه الإنسان نعم يسعى مناطقنا ماشي حاشية منطقة المغرب العربي الأقصى المشرق العربي كامل عند صروحات تجارة الأردن ولا قبور الصحابة الناس المساجد خذ الناس الأضرحة خذ الناس الأمور السعادة إلى المشرق. وإن كان هذه الأمور ولا قالت لي تخطر النبي صلى الله عليه وسلم بالصياغين إذا تزكى ولا تفنوا ما تفضل ديوان أستغفر كانت لي ذاك السيد الزرع أماكن ولا بالسكوان أهل الباقية إلى غير ذلك التجربة اليوم. ولكن خلاص مادام ثرى صار اليوم كان إلى مقام الزاوية إلى مقام دفن فيه رجل صالح في زمانه العبد يشغل عليه الصلاة يتصلى مصلح اجتماعي يخدم الخير. الثرى ماشي الإنسان الذي يروح يخدم فتنة أتصل إلى غير ذلك لا. وإنما خلق التوعية الإنسان اللي يتولد فلان في الزاوية اللي في المقام اللي زمتاعي حوايج الغورك ما تشتيش حوايج الغوص. هو قد أفضى إلى ربه تعالى تبقى في نصر ربه يخدم إصلاح الزمان نفسه. ما يعلم الإنسان سيدير الذي فد وقفة عظة باعتبار فد وقفة عظة زعوية الصرحمة السلام عليكم يا أهل القبور السلام عليكم يا ديار المسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون غفر الله لنا ولكم. هذا ما كان الذي يعرف الإنسان الذي حتى ما يستنعف في مظاهر الشرك سنين الطواف أيها الإخوة الكرام. هذا يروح الإنسان الذي يقول المقام للجامع يتوابنا الجامع بيت تاع ربي هذا المسجد لازم نطهروه كي نروحوا بلاصه هذيك نصليو فيه الصلوات نطيعوا ربي سبحانه عز وجل. ولكن ما نطوفوش على المسجد ما نطوفوش على الضريح ما نطوفوش على القبر ويتسال الانسان في القبة الشرك الحرام ويدور الانسان في وسط كعب ويتخذ الانسان المسجد الجامع التي تأخذ الإنسان الصلاة الطاعة والعبادة.
يناقض مظاهر الشرك. مظاهر الشرك يقدر الإنسان أسل اتباعه، هذا يسعى الإنسان العقيدة، هذا يحصل رب العالمين عز وجل يدير الصغار أتبعوا رب العالمين تبارك وتعالى. إذا الدعاء إلى قدير لله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله تبارك وتعالى بالذبائح بالنذور لا بد أن يكون تقربا مشروعا لله جل وعلا. كذلك في بين الأمور الإنسان فلا يتقرب أن ينذر يا رب العالمين عز وجل النذر إلى النذر تاع الطاعة أسير فيه ما شاء الله. تزعل رب العالمين يا ربي ما تحقي أمرك أبو لله عز وجل الصوم، ما تحقي أمرك يا رب العالمين تفضل في الليل التصدق ما شاء الله. هذا مثلا هذا عسى الإنسان بالذبائح بالنذور أدين بسم الله الله أكبر، أدين ذبيحة نس لله تبارك وتعالى. أن يجمع الإنسان الاعتقادات الباطلة والاستقرارات وكينا تسلو الإنساس وسلو لا بدني الإنساس تسلو لله وسلوها من عفبة وسلوها من السقف. هذه الأمور هذه المظاهر الحمد لله العباد كامل سمعان الوعي هذا تجلب الإنسان يوكل دين رب العالمين تبارك وتعالى أن يقبل العبد الإنسان. ويقرص الشرك الأكبر إلا من بعد ذلك الشرك الأصغر، أي من قال الشرك الأصغر وهو شرك ظاهر على اللسان والجوارح. الشرك الأصغر يتبين أنت الجوارح بني آدم كذلك أم الحلف بغير الله. ملك الإنسان الذي قال صرفي عز وجل يقول والله العظيم نالله نال بالله. نعم القسم الحلف الأيمان الذي قال الإنسان رب العالمين تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بغير الله عز وجل إن في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية من حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يوفق العبد بطال العمل نس إلى قد يتجنب الشرك. كذلك إلى الشرك الأصغر يتذكر أهل العلم تشوز وهو الشرك الخفي وهو شرك في الإرادات والنيات. الشرك بين الإرادة لفظ النية أما الرياء أما في الانتقام. النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. الرياء السمعة حب الظهور التعالي على الناس. الإنسان يشمل غرورا نفسي في ناس حاشا كسفان حاشا كقران حاشا كسعان. مثل هذه الأمور إذا الإنسان يعصي ما يسفل اللسان وهذه تساوي دائما الإنسان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من كل عمل أشركت بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الإنسان دائما تساوي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح كل مساء يا رب العالمين أقلم تعوذ يسر ما إذا كان العمل يسير الشرك كي يعمل استغفرك يا ربنا يستغفر الإنسان رب العالمين. كذلك يستغفر الإنسان رب العالمين ما يدخل الناس أشرك لرب العالمين عز وجل يا ننسى إحصارا يا ننسى فقرا. لذا هذا الباب أيها الإخوة الكرام باب عظيم باب الشرك. الإنسان لازم يجنب نفسه يجنب العائلة تاعو من هذه المظاهر. ثم كاين بعض المظاهر تاع الشرك إتيان السحرة الكهنة إتيان الدجالين العرافين المشعوذين.
زوج مصاحف تاع القرآن ملطخة بالوسط. الزوج شوف يعني هذه الأمور سير المصاحف واش يديروا بهم؟ يديروا بالعفان الوسخ، الوسخ، ويرمون على شرفات العمارات، الوسخ، الشعر إلى غير ذلك. وين هو هذه؟ في العمارة. الناس اللي يستعملوا الجن إلى غير ذلك في عز شهر الصيام يودى الناس المصحف، مصاحف تاع رب العالمين، واحد تطبيق وحده تعليم للدار الشيخ واش دير؟ روح غسلوا وبدا غسلوا هذا تدير الاجر غسلوا مليح، طهروا، عطروا، ومن بعد خلاص بعد شهر هذا المسك واش دير؟ ثاني قبل المغرب ثاني جاني واحد نفس الشيء. هذه الظاهره انسان يرد باله في لابوبيل منها، شوف واش كيلقى مصحف داخل لابوبيل. إذا شكون يدير هذا؟ السحرة، الدجالين، الناس اللي يستعملوا الجن إلى غير ذلك، يدنسوا مصاحف تاع رب العالمين عز وجل. لو كان نروحوا المقبرة نديروا نيتواياج تاع المقبرة تخرج العجب مثل هذه الأمور تاع السحر وتاع الشعوذة إلى غير ذلك. فالإنسان يا جماعة يتوكل على الله تبارك وتعالى، يلتزم بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم نفسه شرع الله تبارك وتعالى، يحارب الإنسان هذه الظواهر، هذه المظاهر. إنسان الزيارات، تروح عند المرأة تقرا لك على الفنجان ولا تقول لك الغيب واش فات لك واش يجي. ربي عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حاشا ربي تسن الغيب، اشوف يعدى لشرك يضرون، حاشا ربي سبحانه وتعالى. لذا هذه المظاهر الزيارات الانسان يروح على الشواف، اثني خدمه الدجل، اثناء في قدران، اثناء سنويران، سكيوان، هاد الزوره، هاد السنسر، كل هذه المظاهر مظاهر محرمه. الانسان يدير اللي يخلي العائله تاعو، بنته، مرته تروح من هذه الامور. ربي عز وجل: انه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنه ومأواه النار. رانا مسلمين يا اخوه، هذه المظاهر الانسان التي حاول ان يتوكل على الله، يرسل نفسه بقراءه القران، بالعمل وفق السنه تاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحارب الى هذه الامور، ينصح الانسان. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان